ولا تبعد عني يوم. بعد اسابيع من وفاه رضا ابن اسماعيل الليثي والميك اب ارتست شيماء سعيد بيتعرضوا لانتقادات جامده جدا في الفتره اللي فاتت، بالاخص بعد ما ظهروا في فرح والدنيا اتقلبت عليهم وقالوا الولد لسه متوفي، ازاي تروحوا فرح؟ قبليها بكام يوم الميك اب ارتست شيماء سعيد رجعت لشغلها تاني وابتدت تصور فيديوهات وفلوجات، وده عرضها لانتقادات وهجوم كبير جدا من الجمهور. واختها ظهرت على حسابها الشخصي على انستجرام عملت فيديو قالت مصر كلها بتكلمني، قلبوا على اسماعيل الليثي. رضا جالي في المنام وقال لي تديني 50,000 جنيه. اللي يقول لي ضاضة جالي في المنام وقال لي انا عايز 5000 جنيه، واللي قال انا عايز 10000 جنيه، والناس كلها بقت بتتصل عليا تطلب مني فلوس. نساعدكم بايه؟ نساعدكم بايه؟ كفايه اللي احنا فيه، مصر كلها. واخر واحده اتصلت بيهم قالت لهم انا حلمت بابنكم رضا وقال لي انا محتاج 50000 جنيه وانا مزنوقه في 50000. وكلكم طبعا عارفين حكايه رضا لما كان عند سته وكان بيلعب في البلكونه ووقع من الدور ال11 وتوفى في الحال. الكلام ده كان من حوالي 3-4 اسابيع، الدنيا اتقلبت عليه والكل اتعاطف معاه. لكن بعد اسابيع قليله رواد السوشيال ميديا قلبوا على اسماعيل الليثي. لو وصلت معانا لغايه هنا ما تنساش تكتب كومنت وتقول لنا رايك ايه. نشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.